اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي خلق نقاش كبير مؤخرا. كيفاش ملعب بن بطوطة ملعب طنجة يعني تريقل مزيان قبل المباراة اللي جمعت بين المغرب وأوغندا؟ شنو داروا بالضبط؟ شنو خدم وشنو اللي تبدل؟ غادي نرجعوا خطوة بخطوة باش نعرفوا الحقيقة الكاملة. خليكم معنا. قبل أيام قليلة من على مباراة المغرب وأوغندا كان الضغط كبير بزاف على ملعب بن بطوطة، حيث الناس كاملين كانوا عارفين أن الملعب تعرض سابقا لمشاكل ديال تسربات الأمطار، وهو الشيء اللي دار نقاش كبير في الشارع الرياضي المغربي. هاد المشاكل خلات الجمهور يشك واش الملعب غادي يكون جاهز يعني لهذه المواجهة، ولا غادي نعيشوا نفس السيناريو ديال التسربات اللي بانت في الفيديوهات. ولكن المفاجأة هي أن نهار المباراة الملعب بان في واحد الحالة ممتازة بزاف. وهنا بدات الأسئلة: شنو وقع في الليل؟ شنو الإصلاحات اللي دارت؟ وشكون اللي خلى كل شيء يرجع مريقل في الوقت؟ من مصادر تقنية داخل الأوراش، العملية بدات مباشرة بعد الأيام اللي نزلت فيها الأمطار. الأطقم التقنية دخلت في الوقت وتم تقسيم الأشغال لثلاث محاور أساسية: العشب، إعادة تنقية السطح الكامل، قد موحد باش تكون نسبة الارتفاع متساوية، تمشيط الأرضية بآلات خاصة، وإعادة تثبيت بعض المناطق اللي كانت فيها مياه راكدة، ونظام الصرف، تنظيف القنوات وإزالة الترسبات، اختبار الضغط باش يتأكدوا أنه ما يبقاش انسداد. بالنسبة للممرات والمدرجات تنظفوا بشكل شامل وقع التجفيف السريع وإصلاح بعض النقاط اللي كانت متضررة. وبهذه العمليات الأولية بدأت الصورة كتحسن بشكل واضح. هنا كاين السر الكبير. أيام قليلة قبل المباراة طاقم المهندسين خدموا حتى الليل. تخيلوا من 8 ديال العشية حتى ل 4 ديال الصباح، الخدمة كانت مكثفة بزاف. شنو داروا؟ إعادة فحص العشب بالليزر باش يتأكدوا من الاستواء، جفاف كامل الأماكن اللي كانت رطبة، تحقق من تثبيت الكراسي والمدرجات، تنظيف شامل داخل وخارج الأرضية، تجربة نظام التصريف بالمياه قبل اللقاء. وكانت هذه العملية كلها تحت مراقبة طاقم مختص، لأن المباراة كانت رسمية وفيها المنتخب الوطني. نهار المباراة الجمهور اللي حضر تفاجأ، الملعب كان منظم، نظيف، العشب متناسق، ما فيه حتى اثر التسربات. حتى اللاعبين حسوا بالفرق، العشب كان سلس، الكره كدور مزيان، ما كاين لا حفاري لا بلايص قاصحه. هذا الشيء خلى بزاف يسولوا واش المشكل كان في تسربات تم حله فعلا، ولا غير تريقين هناك رأيين. الرأي الأول كان تريقل باحترافيه ومنطقيه، حيث الاصلاحات اللي دارت كانت تقنيه ماشي غير تنظيف. الصرف تاكدوا منه، العزل رجعوه، وحتى الارضيه تلاهوا فيها مزيان. الراي الثاني كان رد فعل سريع، كيقولوا ان الاشغال كانت استعجاليه بما ان المنتخب غادي يلعب وبالتالي الخدمه كانت مزروبه. الحقيقه غالبا ماشي بين هذا الرايين. الحقيقه ان الملعب فعلا داز من اصلاحات مهمه، ولكن باقي خاص مراقبه مستمره باش ما نشوفوش نفس المشكله مره اخرى. باش الملعب يبقى واجد دائما خاص بعض النقاط: متابعه تقنيه اسبوعيه، فحص الصرف بعد كل التساقطات، مراقبه طبقه العزل، وصيانه العشب بشكل محترف خصوصا قبل المباريات الكبيره. هذه النقاط ضروريه باش الملعب بحال بن بطوطه يبقى في المستوى اللي كيستحق. باختصار، الملعب طريق المزيان قبل مباراه المغرب واوغندا، وفعلا ظهر بصوره رائعه، ولكن خاصنا نكونوا واعيين ان الصيانه المتواصله هي الحل الحقيقي، ماشي الديباناج المؤقت قبل المباراه. اكتب لنا رايك في التعاليق، واش بان ليك الملعب رجع بقوه ولا مازال خاص شويه ديال الخدمه؟ ما تنساش الاشتراك واللايك والبارطاج، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم.